دخل شاب إلى أحد الأسواق يجر والده العجوز بحبل، وقد علق على صدره لافتة خشبية مكتوب عليها: للبيع. رجل مسن لا يعمل ولا ينفع، لكنه ما زال يتنفس. وقف الناس مذهولين لا يصدقون ما يرون. اقترب شيخ وقال: أهذا أبوك؟ رد الشاب: نعم، أطعمته ولبيت طلباته سنوات، لكنه الآن أصبح عبئا، أريده أن يرحل من حياتي بأي طريقة. وفي تلك اللحظة تقدمت عربة يجرها حصان، نزل منها رجل أنيق تبدو عليه علامات الثراء، وقال: أنا أشتريه. سكت الجميع حتى الشاب فتح عينيه بدهشة. تشتريه؟ ولماذا؟ إنه لا يسمع ولا يتحرك كثيرا. ابتسم الغني وقال: من يملك أبا يملك كنزا لا يقدر بثمن. أنا فقدت أبي صغيرا، وكل ما أملك الآن لم يملأ الفراغ الذي تركه. دفع الغني كيسا من الذهب ووضعه في يد العجوز، ثم التفت إلى الشاب وقال: هذا الذهب لأبيك وليس لك، لأنه صبر عليك حتى صرت رجلا، وأنت لم تصبر عليه حين ضعف. حينها تحرك الأب لأول مرة وأمسك يد ابنه وقال بهدوء: لن أذهب مع أحد حتى لو كان يحمل كنوز الأرض. قلبي لا يعرف غيرك يا بني، لكن إن كنت لا تريدني فخذ هذا الذهب واذهب واتركني. انهار الشاب باكيا ووقع على ركبتيه وقال: لا تتركني، سامحني، كنت أعمى، ولكنك أعدت لي بصري بكلمة واحدة. أعدك يا أبي أنني لن أفرط بك بعد اليوم، حتى لو حملتك على ظهري باقي عمري.